اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بودكاست صوتي، البرنامج اللي بناخدكم فيه في رحلات ومجالات واسئلة مختلفة، بنبحث وندور ونجاوب على كل التساؤلات اللي بتدور في بالنا كل يوم. وفي الحلقة دي هنتكلم عن قصة المسحراتي وازاي بدأ وازاي اتطور السنين اللي فاتت. بداية المسحراتي مرتبط بشهر رمضان من زمان جدا، واول واحد قام بالمهمة دي كان الصحابي بلال بن رباح. وبلال بن رباح يبقى مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اللي كان بيقوم بدور المسحراتي ساعتها لان هو صوته كان حلو. اما الشكل اللي نعرفه للمسحراتي فبدأ في العصر العباسي، لما والي مصر عنبسة بن اسحاق قرر انه ينزل يصحي الناس بنفسه للسحور، وبعديها قرر يخصص حد يلف في الشوارع بالليل مكانه، لكن ما كانوش بيستخدموا طبلة او مزمور، هو كان بيستخدم عصاية ويخبط بيها على الباب. نيجي بقى لتطور المسحراتي السنين اللي فاتت. في العصر الفاطمي بقى للمسحراتي كان دور مهم اكتر، لانه كان بينادي على الناس باسمائهم، وده خلاهم يتعلقوا بيه ويحبوه اكتر. اما في العصر المملوكي بدأوا يستخدموا الطبلة، وكانت بتبقى طبلة صغيرة كده او ضف. وفي العهد العثماني الفكرة اتطورت اكتر وبقى للمسحراتي لبس مميز، يعني انت تشوفه انت تعرف ان ده مسحراتي. وبرضه في العهد العثماني بدأ يستخدموا اناشيد دينية واغاني شعبية. والمسحراتي على مر الزمان كان بيبقى ليه اسماء مختلفة على حسب البلد اللي انت فيها، يعني عندك في مصر كان اسمه المسحراتي عادي، انما بقى في بلاد الشام كان اسمه المسرحجي، يا رب اكون نطقته صح. وفي العراق اسمه ابو الطبل. وفي المغرب اسمه النفار، لانه كان بيستخدم آلة النفخ اللي هي المزمار او الناي والحاجات دي. وفي الجزائر وتونس كان اسمه بوطبيلة، وفي السودان كان اسمه ابو الزهور. لكن بقى مع التطور والتكنولوجيا والمنبهات دور المسحراتي قل كتير في المدن الكبيرة، لكنه برضه لسه موجود في المناطق الشعبية وبيفضل جزء من التراث والعادات الرمضانية. ده كمان دلوقتي المسحراتي بقينا نشوف شخصياته في المسلسلات والأعمال الفنية. ففي النهاية المسحراتي مش مهنة، ده رمز من رموز رمضان، بيفكرنا بروح الشهر الكريم وأيام زمان. وبالرغم إن الدنيا اتغيرت إلا إن المسحراتي بيبقى لسه محفور في قلوبنا. وبس كده، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تشاركها مع أصحابك وتتابعنا عشان تسمع كل جديد. كان معاكم بلال حلمي.